السلام عليكم. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا بالنسبة لكل واحد بيبدأ يربي طيور بادجي، ألا وهو إزاي أقدر أفرق بين الذكر والأنثى. ساعات كتير بنلاقي حد بيسألنا أو عامل بوست على الفيس وبيقول العصفور ده ذكر ولا انتاية. النهاردة بقى هنقول ايه ده. السلام عليكم، ازيك يا حاوي؟ والله مبسوط قوي اني شفتك. اهلا وسهلا. الجملة دي انا بسمعها عادة وبقول انا اسعد، وبسأل اللي قدامي حضرتك مين. انما في حالتنا دي انا مضطر اسألك انت ايه، مش مين. انت ايه يا عم انت؟ ايه ده؟ انت هتبتديها معايا كده يا حاوي؟ هتركبني المسرح؟ لا العفو، ما اقدرش طبعا، بس حط نفسك مكاني. بتعمل فيديو وبتتكلم عن موضوع وفجأة تطلع لك بتاعة كده بتتكلم وتقول لك ازيك يا حاوي. اكيد هتسأل يطلع ايه ده، مش كده برضو ولا ايه؟ بتاعة؟ الله يسامحك يا حاوي. عامة اعرفك بنفسي، انا زوس من كوكب زوس، احد كواكب مجرة زوسة. بنربي طيور زيكم بالظبط، وعندنا ناس برضو بتهبد وتهري زي عندكم بالظبط. وانا بقى تعبت من كتر الهري والهبد وقررت اني اتعلم. العصفور اللي انا بربيه اهو، وانتم عندكم عصفور شبهه وبتقولوا عليه بادجي. احنا عندنا اسمه بادجوس. انا كده بقى ابتديت افهم. انتوا كل كلمة عندكم في الكوكب بتنتهي بأوس، مش كده برضو؟ اها، كده بقى انت مش ناوي تنزلني من على المسرح يا حاوي. لعلمك انا حد مهم قوي 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 في كوكبنا، ما تفكرش اني قليل. لا لا يا حبيبي، ما اقدرش. انا بس اول مرة اكلم حد من كوكب تاني، عشان كده تلاقيني متلخبط حبتين. انما انت يا معلم على راسي من فوق. بس انا برضو مش فاهم انت جايلي ليه وعايز ايه؟ تاني؟ ما انا قلت لك عايز اتعلم يا عم. عايز تتعلم، وماله يا سيدي، نعلمك. بس اهم حاجة تتابع وتفهم وما تبقاش كتير الكلام. التلاتة دول اساس انك تتعلم. اتفقنا؟ اتفقنا يا حاوي، وانا هسمع وهركز ومش هتكلم كتير، ما تقلقش. تمام يا معلم. طبعا زوس بوظ لنا الحلقة وهيخلينا نشتغل عليها من اول وجديد. استنونا وحلقة جديدة من كلام مبتدئين، وهيكون موضوعها جميل ومهم بأمر الله. وطبعا هيكون زوس موجود معانا في معظم الحلقات، وربنا يسترها.